يا جدعان، انا بحب قصص التأليف بتاعت قبل النوم دي قوي يا جماعه. ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه يبدو كده ان تامر بدوي واحمد عز لما سابوا فقره ملوك التحليل قرر بعضهم ان هم يعملوا فقره ملوك التأليف. تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله خلصت حلقه التنايه من هنا وسمعت شويه قصص وتأليف كده، قلت لازم اصور الحلقه دي عشان تشوفوها في البدري كده تاني يوم على طول. اذا في البدايه وكالمعتاد استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا. بتشوفنا لاول مره على اليوتيوب اشترك في القناه، بتتابعنا على فيسبوك اعمل لايك وفولو للبيج وسي فيرست عشان يوصلك الاشعارات اول باول، عشان بعض اخواتي بيقولوا لي الحلقات ما بتوصلناش. اعمل لايك اعمل كومنت، لازم تتفاعل مع الحلقه عشان يوصلك الاشعارات بتاعت الحلقات الجديده. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه، وتحدي هام جدا. يبقى قبل ما نتكلم في مواضيع مهمه جدا في الحلقه، تعالوا نتكلم عن الاهم. ماتش النادي الاهلي بكره باذن الله تعالى يوم الثلاث قدام فريق المصري على استاد برج العرب في تمام الساعه 7 مساء. النهارده ان شاء الله تمارين النادي الاهلي ترجع مره ثانيه، وهيكون فيها جزء مهم جدا وهو الاطمئنان على مصابين النادي الاهلي. طبعا كلمتكم امبارح عن ان علي معلول بيعاني من اجهاد، وكمان امام عاشور عنده كدمه، والاشاعات والفحوصات اللي هتتعمل النهارده للعيبه هي اللي هتحدد موقفهم من مباراه المصري. لكن مش هي دي الغيابات المحتمله، في غيابات مؤكده، وهي طبعا محمود عبد المنعم كهربا اللي هينفذ ايقاف الست مباريات اللي هيبدا من مباراه المصري وهيستمر لمده 5 ماتشات ثانيه بعد احداث مباراه النادي الاهلي والزمالك خلال الموسم اللي فات، الى جانب كمان حسين الشحات بعد موقفه مع الشيبي في اخر مباريات النادي الاهلي في الدوري ضد بيراميدز، نزل عليه عقوبه لمده مباراتين، نفذ منهم واحده والثانيه هيتنفذ قدام فريق المصري، وبعد كده الشحات ان شاء الله هيكون جاهز لمباريات النادي الاهلي اللي جاي. يبقى بنتكلم عما لا يقل لغايه دلوقتي عن 3 أو 4 غيابات بالتمام والكمال. لو جينا اتكلمنا عن صعوبه مباراه المصري فهي صعبه لاوجه كتيره جدا. اولا على المستوى النفسي، النادي الاهلي لسه خسران بطوله كاس السوبر الافريقي، لكن بعيدا بقى عن الجانب النفسي بنتكلم عن صعوبات كبيره جدا قدام المنافس. اولا كده على مستوى سجل الماتشات، رغم ان اخر 10 ماتشات ما بين النادي الاهلي والنادي المصري النادي الاهلي كسب 6 ماتشات، خساره وحيده بس، لكن 3 تعادلات منهم 2 حصلوا خلال الموسم اللي فات سواء ذهابا او ايابا. النادي المصري كان من الانديه القليله جدا اللي قدرت خلال الموسم اللي فات انها تخرج في الماتشين تعادل وتخسر النادي الاهلي 4 نقط بالتمام والكمال. النادي المصري بيقوده علي ماهر اللي كان من المدربين برضو اللي خلال الموسم اللي فات نجح ان هو يخرج قدام كولر ذهابا وايابا بالتعادل. كلنا عارفين يعني، مش محتاج اقول كابتن علي من الناس ازاي اللي بتحارب قدام النادي الاهلي، وكأن ماتش الاهلي هو الاول والاخير بالنسبه له في الدوري. وهنا انا لا اطالب اي مدير فني انه يتعامل بشكل مختلف قدام النادي الاهلي تماما. لكن في نقطه ثانيه اخيره اعتقد ان في ناس كتيره مش واخده بالها منها لانها ما تابعتش عن قرب سوق الانتقالات في الدوري المصري. النادي المصري يا جماعه بخلاف ان هو ما باعش عناصر مميزه، تعاقد مع اكتر من 6 أو 7 صفقات مميزه جدا على مستوى دعم الفريق. اولا كده على المستوى الدفاعي احمد ايمن منصور، وتعاقد كمان مع باهر المحمدي مدافع النادي الاسماعيلي، تعاقد على مستوى خط الوسط مع محمود حماده لاعب نادي فاركو اللي كانت ربطته اشاعات كتيره جدا بالانتقال للاهلي او الزمالك خلال الموسم اللي فات، تعاقد مع ميدو جابر، تعاقد مع فخر الدين بن يوسف لاعب النادي الاسماعيلي ونادي بيراميدز السابق. يعني بنتكلم عن فريق استعد بعدد كبير جدا من الصفقات، لكن ان شاء الله كلنا على ثقه في النادي الاهلي ان اللعيبه تكون على اتم الاستعداد. ولغايه ان شاء الله ما نتكلم في حلقه بالليل عن الغيابات المؤكده وعن تشكيل النادي الاهلي، سايب لكم في التعليقات تحت توقع نتيجه الماتش، وبالليل نقول توقعاتنا. تعالى بقى قبل ما نروح للحدثين الرئيسيين اللي في حلقه النهارده اللي ختمنا بيهم ساعات الاخيره من امبارح عن موضوع انسحاب النادي الاهلي من بطوله السوبر وايه موضوع الخناقه اللي حصل ما بين لعيبه الاهلي، تعالوا نتوقف مع ازمه جديده داخل نادي الزمالك اللي الازمات عرض مستمر. وسؤال، هي ازمات القيد ال5 أو ال6 دي يا جماعه هيزيد عليها 7 أو 8 كمان؟ اللاعب المحترف داخل صفوف نادي الزمالك حمزه المسلوسي قدم شكوى رسميا خلال الساعات اللي فاتت لاداره نادي الزمالك فيها التالي: انا ما حصلتش على مستحقاتي 70% من الموسم اللي فات واحنا بنبدا الموسم الجديد، ومش هلعب الموسم الجديد الا لما اخد مستحقاتي زي لعيبه كبيره موجوده داخل النادي، وفي نفس الوقت في خلال 15 يوم لو المستحقات دي ما اتسددتش هبتدي اصعد واخد الاجراءات القانونيه بدايه من تصعيد لاتحاد الكوره وبعد كده وصولا للفيفا. حد هنا من اخواتي هيقول لي طب يا دوله معلش يعني هي اللعيبه دي غبيه، طب ليه ما فسختش العقود بتاعتها وبعد كده دورت على مرتباتها داخل نادي الزمالك؟ خليني اقول لك ان في حاجه مهمه انت مش واخد بالك منها. اولا كده اللعيبه دي عارفه بقرارة نفسها، وجمهور نادي الزمالك عارف، ومصر كلها تعرف ان هي لعيبه اقل اصلا من انها تلعب لنادي الزمالك. عشان كده اللعيبه دي لو خرجت بره الزمالك مش هتلاقي انديه
انديه تضمها. النقطه الثانيه، اللعيبه دي يا جماعه العقود بتاعتها بالرواتب بتاعتها خرافيه ومبالغ فيها، وعارفه انها لو خرجت لاي نادي تاني مش هتتقاضى 10 او 15% منها، ولينا مثال في سامسون اكينولا. دي الصوره كامله، ومفيش اي راجل اعمال زي ما اتقال الفتره اللي فاتت هيدخل ويحل المشاكل دي كلها. زي ما قلت لك امبارح، ممدوح عباس ما دفعش حاجه لا لزيزو ولا لغيره. تعالى بقى نروح للجزء الثاني من الحلقه. ما تنساش تعمل لايك او اعمل كومنت وتتفاعل مع الحلقه عشان يوصلك الاشعارات اول باول. البرنامج بعد بفضل الله بيكبر بيكم، ثم دعم اخواتي. وتعالوا نتكلم عن موضوع ايه انسحاب النادي الاهلي من بطوله دوري السوبر الافريقي. الموضوع يا جماعه مش خبر طلع من داخل النادي، هو تصريح اتقال في الميديا خلال الساعات اللي فاتت. والمشكله او يعني الغريب بالنسبه لي، وده رايي الشخصي، ان في جزء كبير من جماهير النادي الاهلي اتفقت مع الراي ده. كابتن ضياء السيد كان في حديث فضائي على مدار الساعات اللي فاتت قال مجموعه من النقط وختمها بالنقطه دي. قال اولا كده الكاف واضح ان في تخبط كبير جدا ما بين البطولات اللي بينسقها وما بين الاجنده الدوليه، عشان كده اخشى على النادي الاهلي من ضغط الماتشات واحنا لسه بنبتدي موسم. النقطه الثانيه، الكاف تراجع عن المكافآت الخاصه ببطوله دوري السوبر الافريقي لدرجه انها بعد ما كانت 6 أو 7 بقت 2.5 مليون دولار، وشايف ان الكلام ده مش مجازي بالنسبه للنادي الاهلي. النقطه الثالثه، اتمنى انسحاب النادي الاهلي للتركيز على افريقيا لانها البطوله الاهم والمؤهله لبطوله كاس العالم للانديه. والنقطه الاخيره، شفت مكايره كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي وغرور في التعامل مع لعيبه اتحاد العاصمه الجزائري وسير احداث المباراه، وده شيء ما اتمناش ان انا اشوفه بعد كده. اولا طبعا بالنسبه للراي الفني بالنسبه لكابتن ضياء في غرور لعيبه النادي الاهلي، خلاص مارسيل كولر اتكلم في النقطه دي. اولا كده بالنسبه لكلام كابتن ضياء اداريا بالنسبه للنادي الاهلي، هل الانسحاب من البطوله مجدي؟ لا طبعا غير مجدي تماما، وده لعده اسباب. اولا كده في عقوبات هتنزل على النادي الاهلي باعتباره طرف مشارك في البطوله، والكاف اعلن ان اي نادي هينسحب من البطوله هيتحرم من البطوله لمده 2 الى جانب عقوبات ماليه كبيره جدا. النقطه الثانيه، النادي الاهلي حتى وان تم تقليل المكافآت فبالتاكيد بطوله هتتلعب في اسبوعين، اكيد المكافآت دي تهم النادي الاهلي بشكل كبير. والنقطه الثالثه والمهمه، انا هستفاد ايه لما اسيب البطوله زي دي لفريق تاني يكسبها واسيب له صداره ورياده الفوز بالبطوله دي؟ وده اعتقد يعني مشكله وقعنا فيها بعد قرار انسحاب كابتن صالح سليم الله يرحمه من بطولات دوري ابطال افريقيا لمده 3 أو 4 سنين. وقتها سيبنا الباب مفتوح لانديه تانيه انها تتنجم على حس انسحاب النادي الاهلي من البطوله. ان كان ده موقف النادي الاهلي اداريا، تعالوا بقى نروح للكاف. هل موضوع تقليل المكافآت ده حصل على النادي الاهلي بس؟ لا، هو لغايه دلوقتي تقليل المكافآت حصل على كل الانديه اللي هتشارك في البطوله. هل الكاف تعمد انه يخلي في مباريات في الوقت ده للنادي الاهلي وده يتعارض مع الاجنده الدوليه؟ كل المنتخبات يا جماعه هتلعب في التوقيت ده، وده مش متعمد ضد النادي الاهلي، بل بالعكس الكاف حدد مباريات البطوله هتتلعب في فتره زمنيه لا هيكون فيها مباريات دوليه ولا هيكون فيها مباريات محليه بالامر المباشر للاتحادات المحليه. الاخبار الاكيده بالنسبه لي ان مفيش اي اخبار من داخل النادي الاهلي عن موضوع الانسحاب ده، وهو ده اصل الخبر يا جماعه، وده رايي الشخصي. وحابب اسمع رايكم في التعليقات. هل تؤيدوا فكره انسحاب النادي الاهلي من بطوله دوري السوبر الافريقي، ولا شايفين ان النادي الاهلي يكمل في البطوله عادي وطبيعي ويحارب عليها للنهايه؟ تعالى بقى نروح للخبر الاخير. هو مش خبر، هو القصه اللي اتالفت على مدار الساعات اللي فاتت دي، وتعالى اقول لك كل تفاصيلها. وعايز اقول لك على حاجه، الاعلام الرياضي عندنا في مصر بينقسم لمجموعه من الاعلاميين. او الاعلاميين دول اللي بيتنجموا في فتره الانتقالات لان هم بتوع اتصالات وحصريات وانفرادات والذي منه، والجزء الثاني ناس بتحلل تكتيكيا وبتتميز في فتره الماتشات لانها بتتكلم في لقطات وفي تفاصيل، والجزء الثالث يا جماعه وده ملوش دعوه لا بده ولا بده، وفي الاخر كده بيهبد وبيعتمد على الهبدات في ان هو بيوصل ترند. وعلى فكره الناس دي بتهبد طول السنه، لكن هي بتتنجم بقى في الفتره دي لانها بتهبد الهبده وسط الصمت بتاع الاخبار ده بتنزل على الارض ترن من الاخر. وهو ده اللي عمله محمد فاروق لاعب النادي الاهلي للاسف السابق على مدار الساعات اللي فاتت، لما طلع وقال ان عنده خبرين حصريين من داخل النادي الاهلي. يشجينا يا كابتن. قال لك اولا كده محمد الشناوي اتخانق مع امام عاشور رغم ان الماتش عدى عليه 72 ساعه، بس هو فاكر يحكي القصه دي دلوقتي. وعنف امام عاشور جامد قوي بعد الماتش وقال له ان هو مقصر، فامام عاشور رد عليه وقال له بقول لك ايه، سيبني في حالي، انا فيا اللي مكفيني. والنقطه الثانيه، لما قال ان كابتن خالد بيبو مختلف مع اللعيبه لانه منزل عليهم عقوبات واللعيبه دي رافضه انها توقع على العقوبات وبالتالي هو مش قادر يطبقها عليهم. ده يعني طيب اولا ما علينا. يعني بالنسبه لقصه الشناوي وامام عاشور البينه على من ادعى، هل معاك يثبت حاجه زي كده؟ لا. النقطه الثانيه، هل امام عاشور اصلا اثر في المباراه يا جماعه؟ من وجهه نظر شخصيه ومش من وجهه نظري، من وجهه نظر الارقام يا جماعه امام عاشور كان من افضل لعيبه النادي الاهلي. خد الارقام دي عندك. امام عاشور هو اللاعب الوحيد في النادي الاهلي اللي سدد بشكل سليم مرتين على المرمى، كان في واحده منهم اللي هي ردت لمحمود عبد المنعم كهربا وكانت هتتسبب في هدف مباشر. النقطه الثانيه، حاول يمرر الكره 28 مره بنسبه نجاح 70%، وكلنا شفنا حاله لعيبه النادي الاهلي كلها في الماتش كانت عامله ازاي. كده بس يا جماعه امام عاشور هو اللاعب الوحيد الاكثر تمريرا في الثلث الاخير بشكل صحيح من كل لعيبه هجوم النادي الاهلي برصيد 5 تمريرات. لكن امام عاشور اجمالا بما انه لاعب لسه بيشارك لمباراته الاولى او الثانيه بعد 5 أو 6 شهور في مباراه مهمه زي دي، اداء مقبول جدا. فامام عاشور بالاساس ما اثرش عشان يبقى فيه توبيخ شخص ليه هو تحديدا او ما تسببش في كارثه يعني. والنقطه الثانيه، خبر مضحك جدا بالنسبه لموضوع العقوبات ده.
يا جماعه لعيبه النادي الاهلي اصلا وهي بتوقع على العقود بتاعتها بيبقى مكتوب فيها ان كل اللعيبه بتعامل معامله واحده سواء في المكافآت او العقوبات. معلش يعني عمرك سمعت عن لاعب جوه النادي الاهلي حصل على مكافاه والتاني ما حصلش عشان ما وقعش على المكافاه؟ عمرك سمعت عن لاعب نزل عليه عقوبه والتاني ما نزلش عشان اللاعب ما وقعش على العقوبه بتاعته؟ كلام ما يخشش المخ اصلا. خلي بالكم من 3 حاجات مهمه يا جماعه واحفظوها كويس جدا في دماغكم عشان هنحتاجها طول الموسم. في حرب هتحصل على كل الصفقات الجديده للنادي الاهلي، رضا سليم ومودست مع كل فرصه هيضيعها هتشوفوا تحفيل عليه مش هينتهي، وخاصه امام عاشور. ليه امام عاشور؟ لان كلنا عارفين طبعا ان جمهور نادي الزمالك مش طايقه بعد ما انتقل للنادي الاهلي، ولان للاسف في جزء من جمهور النادي الاهلي لغايه دلوقتي ما كانش متقبل الصفقه وبالتالي ابتدى يهاجم اللاعب بدري. لازم كل اللعيبه النقطه الثانيه المهمه تخلي بالها، لان اي تعثر واحنا لسه في بدايه الموسم هيفتح الباب لابواق الاعلام الفذ انها تالف مشاكل وازمات عليهم. والنقطه الثالثه والاخيره اللي بوجهها لاداره النادي الاهلي، معلش بس يا جماعه الاشاعات عمرها ابدا ما هتنتهي، لكن فين دور المركز الاعلامي انه يطلع يرد على الاشاعات دي؟ احنا اقل من ان احنا يكون عندنا حد بس يطلع يرد على الاشاعات دي ردود حاسمه. الكلام ده والله بقوله بقالي سنين دلوقتي. صباح الفل وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه وكل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في حلقه جديده بعد شويه ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.